بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. محبي ومتابعي وأصدقاء أبو الكباتن في كل مكان، تحية ليكم من القلب وحفظكم الله جميعا أينما كنتم. ندعي أولا لأهالينا وإخوتنا أمهاتنا وشيوخ وأطفال ونساء غزة العزة والشرف والكرامة، فلسطين اللهم انصرهم نصرك المبين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم يا رب العالمين، نصرك المبين يا كريم. اللهم آمين يا رب العالمين. حضراتكم شايفين الصورة اللي أنا حاططها على الفيديو معايا، 2 لعيبة أنا حبيت أتكلم عليهم بسرعة شديدة جدا، وخصوصا إمام الموهوبين الكابتن إمام عاشور. كهربا معانا بقاله 2 سنين وماشي الحال وتمام التمام. احنا اللعيبة دول كانوا في نادي الزمالك، واحد من 2 واحد جالنا من حوالي 6 شهور. اللعيبة لعبت في الزمالك 20 سنة، 5 سنين، 4 سنين، 3 سنين ما عملوش أي حاجة خالص. يعني أنا أفتكر وأفكر حضراتكم إن إمام عاشور ما لبسش بدلة زي دي، زي اللي قدامكم دي، إلا يمكن من فرحه. من يوم ما كان بيلبس بدلة، لابس البدلة فرحه، ما لبسهاش تاني إلا امبارح أو النهارده. هو مسافر السعودية بسلامة الله، والحمد لله البعثة كلها وصلت بسلامة الله، واستقبال حافل، ورجال السفارة والسفير كل شيء تمام التمام وزي الفل. نتكلم عن إمام. جمهور الزمالك طالع مصدعنا كالعادة، ما بيلاقوا حاجة ما بيتكلموش فيها، هم بيلطشوا في أي حاجة وهرتلة وكلام وهاتك يا كلام على أمام. وأنت صعبان علينا وكان زمانك مش عارف إيه. طب كان زمانه فين؟ يا دي أمام، أنت لو كنت لسه في الزمالك كان زمانك بتلعب في الكونفدرالية، بلاش كأس العالم والمونديال وتلعب بالمان سيتي وتلعب مش عارف اتحاد وتلعب أضواء والدنيا دي. يا لا، أنت مالكش فيه، خليك في الكونفدرالية. أنت خسرت خسارة كبيرة أوي أوي إنك أنت سبت الزمالك. حد يسيب اللعبة في الكونفدرالية ولا الكونفدرالية ويروح يلعب في كأس العالم للأندية بالسعودية، مونديال العالم؟ أنت غلطان فعلا. جمهور الزمالك عنده حق، لا ما كنتوش سبتوه. الراجل خسر خسارة كبيرة جدا جدا. الأضواء كلها على الكونفدرالية، ويلعب ديتشا ويلعب سولار ويلعب بنزيمة الوطنية وبيلعب ولاد أبو سليم وأحفاده. يعني خسارة، لا بجد. انت صعبان عليا انا كمان يا امام. ايه يا عم اللي انت عامله ده يا عم؟ البدل والسفر السعودي يا عم، انت ريح نفسك. هنا الزمالك والله العظيم. بس طلعت ارد على الجماعه بتوع الجماهير، بعض من الجماهير وبعض من لا يحبون النادي الاهلي، هم اللي بيقولوا الكلام ده. يا عم انت في دماغك دي الجزء الاعلى ده في مخ ولا في ايه بالظبط؟ راجل بتقول له انت صعبان عليه عشان رايح يشارك في مونديال كاس العالم للانديه اللي انظار العالم كلها تبقى عليه، واللي اصبط عليه ده بعد 6 شهور يا راجل. لبسناه البدله وقلنا له تعالى وطياره خاصه وشغلانه واستقبال وكلام. ويمكن ده ممكن كمان امام في المباراه الكبيره هتلاقيه ممكن يلمع ويسمع بقى من خلال الدنيا كلها هتشوف، ويبقى نجم ويتنجم اكتر واكتر من خلال كاس العالم للانديه. انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. كهربا مش هنتكلم عن كهربا. كهربا شارك افريقيا وشارك كاس عالم وشارك ولبس البدله كتير. انما الحمد لله، الف مبروك يا امام انك انت لبست بدله كاس العالم للانديه شياكه. بصراحه انا عايز اتكلم على الزي الرسمي بتاع النادي الاهلي، حاجه فخمه جدا جدا. شايفين الاندر، التيشيرت في الاندر تحت، والبدله واللون يعني هي شياكه وبساطه. شياكه وبساطه الزي روعه جدا جدا جدا. حاجه الاهلي دايما فوق يا جماعه. الاهلي كبير افريقيا وبعبع افريقيا. يعني هنقول ايه؟ احنا نتمنى بقى. انا رديت على الجماعه بتوع الجماعه بهاليل الزمالك. مش عايز اعيد كلمه زناطير بقى، لان الزنطور مشي وخلاص. يا جماعه اتكلموا بالعقل، اتكلم بالعقل. هيفضل عندك يعمل ايه؟ يروح يلعب ولاد ابو سليم؟
بدل ما يلعب مع اتحاد جده ممكن يتقابل مع المان سيتي وجوارديولا وكتبته. ايه في ايه؟ في ايه؟ دمه ده عياله وبلده كلها الشمبلوان بدها اهليه كلها ده عياله. وخصوصا انا حطيت الصوره دي، يعني المشطشط مع الحراق، امام وكهرباء. مدير التعاقدات الاول الاهلي دلوقتي في الاهلي هو كهرباء. انا متاكد من الكلام ده. كهرباء بيشتغل كام شغله في النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا ابني، وبنحبك مهما عملت بنحبك. في النهايه بقى احب اوجه رساله للعيبه وللجهاز الفني. احنا شفنا الاستقبال الروعه، واستقبال ملوك واستقبال امراء واستقبال رؤساء، زي ما انت عايز تقول قول. احنا عايزين الهدوء والتركيز في اي مباراه نلعب فيها. يا رب نقابل الاتحاد جده او نقابله ونعدي. لما نعدي بقى ان شاء الله الهدوء، وعايزين اداء محترم. لو الاداء محترم ومقنع ومرضي للجماهير وربنا ما وفقناش، جاء فينا هدف بايلاكي كده، خلاص مش زعلانين. انما لازم تظهر بمظهر يليق بالنادي الاهلي ومشاركته التسعه في تاريخه والرابعه على التوالي. انت مش اي فريق، انت النادي الاهلي المصري، بيمثل 100 مليون وبيمثل العرب، كل العرب وافريقيا في مونديال السعوديه للانديه. تمام. نركز ونقدم مستوى يليق بتيشيرت النادي الاهلي وبالزي وبالسفر وبالدنيا دي كلها. وان شاء الله رئيس البعثه المهندس وزير خارجيه النادي الاهلي مرتجي، وان شاء الله يعني هيسافر بعد يوم او اتنين الكابتن محمود الخطيب عشان يحضر المباراه الافتتاحيه مع النادي الاهلي الاولى ويستمر بقى. طبعا رئيس البعثه خالد مرتجي زي ما قلنا، ومعاه الدكتور محمد شوقي والجهاز الطبي ومدير الامن، كل الجهاز الفني بما فيه بكل حاجه موجودين في السعوديه. وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشوف مباريات للنادي الاهلي تليق بالنادي الاهلي باداء محترم ورائع، والنتيجه نسيبها على الله. في النهايه بقول لكم ما تنسوش ان الاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير. ومش هنتكلم كتير الا في حاجه واحده: الاشتراك في قناه اليوتيوب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والتفاعل والمتابعه على الفيسبوك، واللايك يا جماعه هنا او هنا، والشير. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.